دي شهادة تقدير، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. دي شهادة تقدير واخدها من النادي. الشهادة دي اسمي فيها مكتوب احمد سيد هنا، وهنا مكتوب جروب 8 و4 1 against 1 skills. السلام عليكم، معاكم احمد سيد وجينا لكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا حلقه الاسئله. حلقه الاسئله دي انا كنت منزل بوست في المنتدى عندي ان الشباب بيسالوني شويه اسئله وانا هجاوبكم عليها، وكل واحد عنده سؤال ان شاء الله هقدر ان انا اجاوب عليه النهارده بكل تفصيل. بس يا شباب قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انت جديد عندي في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الاشعار عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد. اختار الاسئله باسلوب عشوائي وهرد على كل سؤال ان شاء الله. يلا بينا. واول سؤال من منوعات ميكس بيقول لي، هو السؤال طويل قوي بس انا هقوله يعني بسرعه. في سؤال هيجنني، بما ان الكره والمهارات الحره منتشره جدا، انا بشوف ناس على اليوتيوب مستوى فوق الخيال وانت منهم، بالذات F2 دول على ما اظن المفروض يلعبوا فرق القمه. طب هم ليه ما بيلعبوش ولو سنهم عدى يلعبوا؟ طبعا لو في اي مدرب شافه ما يقتنع بيه. طبعا هرد عليك في السؤال ده. بالنسبه اللي بيقدموا محتويات رياضيه على اليوتيوب دول ممكن يكون عندهم ظروف انا ما اعرفهاش، بس اكيد اي لاعب محترف انت بتشوفه على اليوتيوب اكيد اللي هو مر بظروف، فالظروف دي احنا ما نقدرش نحكمها. انا ممكن اقول لك على ظروفي، انا لعبت في نادي كتير جدا، وهرد على السؤال ده في السؤال جاي. هحكي لكم ازاي ازاي ان انا مريت بالتجربه دي، ازاي من ساعه لما بدات كوره لغايه دلوقتي. بس انا عايز اقول لك ان كل واحد برده ليه ظروفه وليه حياته الشخصيه، انت فاهم. انا ما اعرفش هم لعبوا في نوادي ولا ما لعبوش، انت ممكن تسالهم الاسئله دي هم يردوا عليك. فبس يعني بيكي الحساني بيقول لي انت كيف طورت مهاراتك في الكوره؟ اتمنى ترد على السؤال. تطور المستوى في المهارات في الكوره عندي جه عن طريق التمارين. قعدت اتمرن كتير وبقيت اشوف فيديوهات وبطبقها، اشوف فيديوهات للاعيبه كوره وبطبقها ازاي بتتعمل، وبتمرن كتير. بتمرن بالظبط في حدود 5 ايام في الاسبوع، يعني يعتبر كل يوم ويومين راحه بس هم اللي بريحهم بس. فهو ده اللي خلاني ان انا اتطور في المهارات. محمد شلهوب بيقول لي اريد ان اسالك سؤال يا احمد، من الافضل بالنسبه لك ميسي ام رونالدو؟ والسؤال ده اتكرر معايا قبل كده، انا الصراحه بفضل ميسي عن رونالدو بالنسبه للمهارات، لكن بالنسبه كشخصيه انا بحب رونالدو اكتر من ميسي. بس كموهبه انا بحب ميسي عن رونالدو، لان بصراحه بشوف ان هو عنده موهبه كبيره. بس متعه الالعاب بيقول لي انت بتلعب في المنتخب المصري ولا لا، وانت بتلعب في نادي ايه؟ وشكرا يا معلم. السؤال ده اتكرر لي كتير قوي عندي. انا ما لعبتش في المنتخب المصري خالص الصراحه، ممكن عشان انا كنت عامل فيلم قصير ومصور فيه ومجسد شخصيه ان انا كنت بلعب في المنتخب المصري، فعشان كده جت في دماغ ناس كتير ان انا كنت بلعب في المنتخب المصري، لكن الصراحه انا ما لعبتش في المنتخب المصري خالص. F2 بوب بيقول لي انت عندك كام سنه؟ تديني كام سنه؟ ها تديني كام سنه؟ انا عندي 25 سنه. بعده من مده OSM بيقول لي مين هياخد الدوري المصري برايك؟ انا عن نفسي الاهلي، انا اهلاوي فانا اشجع الاهلي الصراحه. حذيفه محمد بيقول لي هو انت ساكن في العبور؟ عايز اقابل حضرتك. انا ساكن في العبور بقالي 10 سنين، ولو انت عايز تقابلني انا ما عنديش اي مشكله، في اي وقت ممكن تيجي تشرفني يعني، ما عنديش اي مشكله. محمد جمال بيقول لي انا بتمرن في البيت وبتقن الحركات وببقى متحمس للماتش، واول ما انزل ما بعملش اي حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها. بص يا محمد، طالما انت ما بتقدرش تنفذ المهارات والحركات دي في الملعب يبقى انت ما اتقنتهاش بنسبه 100%. انت ممكن تكون بتعملها عادي بس مش متقنها بنسبه 100%. لو انت اتمرنت عليها كتير هتتقنها اكتر واكتر، وتقدر ان انت تعملها تلقائيا في الماتش من غير ما تحس، يعني انت تلاقيها بتيجي معاك كده لوحدها. فمعنى كده ان انت ما بتقدرش تنفذها في الماتش يبقى انت عندك نواقص فيها، فما بتقدرش ان انت تجيبها، ما بتجيش معاك من اول مره. فانت عشان تبقى متقن الحاجه 100 لازم تبقى من اول مره تيجي معاك. فانت تمرن عليها كويس، تمرن على المهارات كويس، تمرن على الحركات كويس، وانت تبقى تقدر تنفذها في الماتش باذن الله. زيكا بيقول لي انت بتلعب في فريق مين؟ ولو مش بتلعب في فريق ما لعبتش ليه؟ بص السؤال ده محتاج وقت كبير جدا، بس انا هحاول ان انا اختصر لك فيه من بدايه ما انا بدات كوره لغايه دلوقتي. انا ابتديت العب كوره من وانا عندي 7 سنين. كنت بلعب في الشارع زي اي حد، بلعب في الشارع، بلعب مع اصحابي. فجت فتره عليا ان انا قلت عايز اروح اتمرن في نادي. طبعا انا كنت صغير وبحب كره القدم جدا، فقررت ان انا اروح العب في نادي جنب البيت. طبعا لما تتمرن وانت صغير بتفرق معاك جدا لما تكبر. رحت اتمرنت في النادي ده لمده 2 سنين، اتمرنت على اللياقه البدنيه، اتمرنت على المراوغات، اتمرنت على المهارات، اتمرنت على حاجات كتير قوي. كان صراحه كان الكابتن كان ممتاز جدا معانا. رحت نادي تاني اسمه نادي اسكو، النادي ده لعبت فيه لمده سنه برضو، قعدت فيه برضو، خدت خبره زياده.
من وانا عندي 12 سنه رحت نادي اسمه وادي دجله، هو مشهور عندنا في مصر دلوقتي، بس ايام لما انا رحت ما كانش لسه معروف، ما كانش لسه حد يعرفه، كان لسه جديد. كان في ميزات كبيره جدا ما كانتش موجوده في اي نادي في مصر. كان في حاجه اسمها الارسنال سكول. الارسنال سكول دي نادي الارسنال الانجليزي. الارسنال سكول دي كانت بالذات في وادي دجله بتختار لعيبه سنها صغير وتكون فريق وتسافرهم بعثه لانجلترا. كان بجد من اسعد ايام حياتي، لان فعلا بجد قدرت ان انا ابقى من ضمن الفريق ده وخدت جوائز منهم كمان. هوريكم دلوقتي دي الشنطه بتاعه النادي. الشنطه دي بقى لها 13 سنه. هوريكم حاجات جوه دلوقتي. دي شهاده تقدير، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. دي شهاده تقدير واخدها من النادي. الشهاده دي اسمي فيها مكتوب احمد سيد هنا، وهنا مكتوب جروب 8 و4 1 against 1 skills. وهوريكم حاجات تانية دلوقتي. ده الطقم اللي كنت بلبسه، ده الشورت. طبعا انا كان عندي 4 طقمه، كانوا مسلميننا 4 طقمه، بس يعني للاسف الحاجات ضاعت. لعبت انا والجروب اللي كان معايا في الارسنال لموسم كامل، وقدرنا ان احنا نعمل اداء حلو يعني. طبعا في الوقت ده ما كانش فيه انتشار سوشيال ميديا ولا يوتيوب ولا فيسبوك ولا اي حاجه من الكلام ده في الوقت ده. في الفتره اللي بعد كده رحت لعبت في ناشئه السنه، قعدت فيه بالظبط 6 شهور. وبعد كده فتره اليأس عندي جات لي وحطمت حياتي تماما لمده 4 سنين. 4 سنين ولا بلعب في نادي، ولا اصلا كنت بلعب كوره، ولا كنت بلمس كوره، ولا اي حاجه من الكلام ده، لغايه لما ابتديت ان انا ارجع تاني ودماغي ترجع تاني للكوره. رحت نادي جنبينا هنا اسمه نادي العبور، لعبت مع الفريق بتاعه، لعبنا في درجه ثالثه. وفي الفتره دي كنا بنلعب فريق في نفس المجموعه، وقدرت ان انا انتقل من نادي العبور لنادي تاني. قعدت فيه 2 سنين بالظبط، بس لقيت الموضوع مش مجازي معايا يعني. دلوقتي المدربين والنوادي بيبصوا على اللعيبه الشباب عشان يقدروا ان هم يكسبوا منهم. الموضوع بقى مربح اكتر، بس في امل يعني. انا شايف ان في امل للعيبه ان هي تقدر تثبت حالها دلوقتي، لان دلوقتي السوشيال ميديا منتشره، دلوقتي كل حاجه منتشره في البلد، كل حاجه منتشره في العالم كله. تقدر ان انت تسافر بره تلعب في اي فريق برضو لو انت موهوب وانت لعيب. طبعا احنا عندنا المثل الاعلى محمد صلاح. محمد صلاح كان فين وبقى فين، ففكرت ان انا استمر في اليوتيوب. يعني شايف ان هو يقدر ان هو يحقق لي نجاح اكتر من ان انا العب في اي نادي، لان سني 25 سنه دلوقتي. طبعا لو كان سني تحت ال20 سنه كنت هقدر في المستوى اللي انا فيه ده ان انا اطور من نفسي اكتر واكتر، وان انا العب في نوادي، وممكن كنت العب في درجه اولى كمان. بس دلوقتي انا سني كبر، فقررت ان انا استمر في اليوتيوب احسن. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس دي قصه حياتي الكرويه اللي انا مريت بيها، مش عايزكم تكونوا مليتوا من الكلام ده. ويلا بينا بقى نشوف بقيه الاسئله. من حسن بيقول لي من اللاعب الافضل عندك؟ انا اكتر لاعب بحبه هو ميسي الصراحه. من احمد صابر بيقول لي انا كنت عايز اعرف مركزي في الملعب. بص يا احمد، انت بتحدد مركزك في الملعب على حسب لعبك. لو انت شايف ان انت راس حربه وبتقدر ان انت تجيب اجوان كتير وكده، هتلعب مهاجم. لو انت شايف ان انت مستواك في قطع الكرات اكتر وجسمك حلو، ممكن تلعب مدافع. لو انت شايف ان انت سريع ولاعيب مهاري، ممكن تلعب على الجناحات. فانت على حسب ما انت شايف، انت اللي بتختار مش انا اللي بختار. في مجموعه شباب بتسالني بتقول لي لماذا العاده السريه مضره للاعب كره القدم؟ انا جمعت الاسئله كلها، فانا هقولها في سؤال واحد عشان ما اجاوبش على السؤال المتكرر. العاده السريه اكيد بكترها مضره للاعبين، بس انا الصراحه ما عنديش معلومات كافيه عن العاده السريه عشان اقدر اقول لكم معلومات. انا ما اقولش حاجه انا ما اعرفهاش، بس اوعدكم ان انا اجمع معلومات عن العاده السريه واقول لكم إذا هي مضرة أم لأ، هي مفيدة أم لأ. وندخل على السؤال اللي بعده من مهرجانات كرة القدم. بيقول لي كيف التخلص من التوتر؟ هي فيها نوعين من التمرينات، تمرينات فكرية وتمرينات جسدية. التمرينات الفكرية إن أنت هتعود دماغك إن أنت ما تفكرش غير في موضوع واحد، إن أنت مثلا تمرقص أو تباصي أو تمرر أو تسدد. والموضوع الثاني إنك تتمرن على مجموعة تمارين من التخلص من الارتباك والتوتر في الملعب، وهتلاقي اكتر من واحد شارح ليهم فيديوهات على اليوتيوب، تقدر ان انت تدخل عليهم وتعرف برضو. موحى بادي بيقول لي هلو احمد، بدي اسالك تتمنى راح تلعب مع المنتخب المصري؟ الصراحه هو مفيش حد في الدنيا يديله فرصه ان هو يلعب مع منتخب بلده ويرفض، بس انا الفتره دي ما ينفعش ان العب مع المنتخب. فالمنتخب دلوقتي فيه لعيبه كبيره جدا ولاعيبه على مستوى عالمي اعلى مني بكتير، ما اقدرش ان انا اقارن نفسي بيهم. يعني محمد صلاح والنني ورمضان صبحي وتريزيجيه، لعيبه كتير قوي يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس صعب يعني. بس انا كل هدفي في الموضوع ان انا بنشر الوعي والثقافه الكرويه في اليوتيوب، مش اكتر من كده. ندخل على السؤال اللي بعده من بابجي موبايل. بيقول لي احمد كيف يمكن اتدرب على الحراسه الجيده؟ انا حارس جيد بس بدي مهارات اكتر، وتمرين الحراسه ده انا ماليش دعوه بيه تماما، ده ليه ناس وليه اساليبه. طبعا انت ممكن تدور على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير قوي شارحه المواضيع دي، بس ده مش تخصصي والله عشان اكلمك فيه. اتش حموده بيقول لي هل انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بتحب مين يا ترى، الريال ولا برشلونه؟ السؤال ده انا رديت عليه، بس انا هرد عليك برده.
انا في الاهلي والزمالك انا بحب الاهلي طبعا عن الزمالك، بس انا بشجع الزمالك برده، مش من النوع اللي هو المتعصب اهلاوي زملكاوي، مش من النوع ده خالص. والريال وبرشلونه انا بحب الفريقين، يعني انا لما الاثنين بيلعبوا مع بعض انا بشجع اللعبه الحلوه. من احمد هاني بيقول لي هو ازاي احط امل ان اكون لاعب؟ بص يا احمد، انت عشان تبقى لاعب كوره انت هتمر بظروف كتيره قوي، بس لازم ان تتغلب على كل الظروف دي، لازم ما تيأس، تمرن كتير. على الاقل لو انت مش بتتدرب في نادي ممكن تروح اي مكان انك تلعب كوره، اهم حاجه انك تمارس الرياضه، تمارس الكوره، تتمرن تمارين لياقه بدنيه عاليه، يبقى عندك القدره ان انت تقدر تلعب كوره. ندخل على السؤال اللي بعده من احمد بيقول لي شو هي الخطوات اللي بتخلي المدرب ينتبه لك في الملعب؟ اول حاجه يكون عندك لياقه بدنيه عاليه جدا عشان المدرب ينتبه لك. تاني حاجه اختار المركز اللي انت بتحبه وحاول ان انت تبدع فيه. يعني انا قلت السؤال ده برضو قبل كده، يعني لو انت مهاجم تقدر ان انت تجيب اجوان كتير، تقدر ان انت تثبت له جدارتك. لو انت مدافع تقدر ان انت برضو تثبت له جدارتك ان انت بتتخطى الكرات، ما بتعملش فاولات كتير، بتقدر ان انت تتعاون مع زمايلك. ولو انت لعيب جناح تركز على السرعه جدا جدا عشان برضه هتفرق معاك كتير قوي. ودي الخطوات اللي بيحبها المدرب، ان كل واحد في مركزه يقدر ان هو ينفذ اللي مطلوب منه في دوره، مش اكتر من كده. احمد محمد بيقول لي ما هو اكتر نادي تريد لعب فيه اذا اصبحت لاعب كره قدم؟ تحيه لك. انا مش عارف اقول ايه الصراحه، بس اكتر نادي انا بحبه مانشستر سيتي، يعني اتمنى ان العب فيه الصراحه. مصطفى الجوكر بيقول لي سؤالي هو انت كيف بتعمل مهارات تبع اللاعبين؟ بص انا هقول لك على الطريقه اللي انا بنفذها دلوقتي، وهي الصراحه جابت معايا شكل جميل قوي. انا بتفرج على المطوشه وبشوف الملخصات وبشوف المهارات اللي بتعملها اللاعبين، وبحاول ان انا اجمعها في سكريبت كده، وبروح اتمرن على كل مهاره، تمام؟ وبعد كده بحاول ان انا اتقنها قوي، وبعد كده بنفذها وبعملها في فيديو، وبقول شرحها بيتعمل ازاي باسلوبي، وبحاول ان انا اقدمها كفيديو مصغر بسيط اي حد يقدر ان هو يتفرج عليه ويشوفه ويتعلم منه. بس هو ده كل اللي انا بعمله والله. ندخل على السؤال اللي بعده، يلا بينا نشوفه. مينا بيقول لي حلمك توصل لكام مشترك؟ بص يا مينا، انا حاطط هدف دلوقتي ان انا اوصل ل 100,000 مشترك، فدي اول هدف طبعا ان انا احطه. فبعد ال 100,000 بقى ساعتها هفكر بقى في حاجات تانية، بس انا باخدها ستيب باي ستيب. ده اول هدف ان انا احطه اللي هو ال 100,000، بعد كده اشوف بقى ايه المراحل اللي بعد كده تدريجيا هتبقى ماشيه ازاي، بس مش اكتر. معانا حيدره من سوريا، طبعا احلى تحيه للشعب السوري واي حد من سوريا بيتابعني عندي في القناه. حيدره بيقول لي انت ما فيك تلعب بانديه درجه تانية بما انك مبدع؟ اخوك حيدره من سوريا. بص انا زي ما قلت انا مركز في اليوتيوب، ومش بفكر ان انا اروح اي نادي، حتى لو جالي عرض انا مش هروح اي نادي درجه ثانيه، لان لو انا رحت اتمرنت هقطع علاقتي باليوتيوب تماما، هيبقى في تفكير تاني. لكن انا دلوقتي انا مركز في اليوتيوب وازاي ان انا احقق نجاح عليه، لان اليوتيوب بلا عمر، النوادي ليها عمر افتراضي وخلاص وانت مش هتبقى لعيب. فاليوتيوب طبعا حاجه سوشيال ميديا اقدر ان انا افيد بيه الناس، اقدر برضو زي ما بفيد زي ما بستفيد. فدي حاجه برضو انا شايف ان اقدر ان انا اعمل انجاز في اليوتيوب هتبقى احسن، لانه برضو بتبقى شهره اكتر. حاجات كتير قوي، يعني هي حاجات كتير قوي. انا القرار ده انا خدته خلاص، ف مش هلعب في اي نادي تاني دلوقتي. انا دلوقتي انا مركز في اليوتيوب بس. محدش يزعل يا شباب لو انا ما قلتش سؤاله، الاسئله كانت كتير جدا، فانا هحاول ان انا ارد عليكم في التعليقات عشان بس الفيديو ما يطولش. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش لايك سبسكرايب، اراكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، سلام.